مساء الخير. مساء الخير، ازيكم؟ مساء الفل عليكم من الغردقة. هو انا النهاردة طالعة عشان اعيد عليكم واعبر لكم عن يعني سعادتي وامتناني لمتابعتكم الفعالة بصراحة. في حد جنبي بيتكلم. يا جماعة في انواع من الرزق جميلة قوي، منها متابعتكم الفعالة والجميلة. يعني علشان حد من الفولور بتوعي النهاردة يبقى لواء مرور بيقول لي حضرتك مهندسة بتتكلمي عن المعمار والتشطيبات في الغردقة، حاجة ساعدتني جدا بصراحة. وطبعا الموقف ده اتكرر كتير معايا، فأنا بحب الصفحة دي جدا وبكنلها بكل الحب. قبل كده برضو كان في حد قال لي كان مسؤول في سبانس، مسؤول في ماركت سبانس الفرع الرئيسي اللي هو في سانزو. برضه اول ما شافني داخله فبيقول لي حضرتك مهندسه مريم نشأت، انا من الفولور بتوعك وارائك بتعجبني واستفدت من نصايحك كتير جدا في تشطيب الشقه بتاعتي، وشرحني قوي بصراحه. فرحت يعني، كنت ساعتها يوميها يعني كنت بدايه شويه، والنهارده انا كنت تمام لما قابلت اللواء سياده اللواء، تحياتي طبعا. بس يوم المول ده لا، انا ما كان مزاجي مش حلو، وحتى كانت معايا واحده من اصحابي قالت يلا يا عم يلا يا عم نكسبتي. طبعا برضو المهندسين زمايلي لما بقابلهم ويقولوا لي احنا متابعينك على فكره، صدقوني شرف ليا، صدقوني شرف كبير. وبرضو يعني لما حد من دكاترتي العظام قابله في نقابة المهندسين الرئيسية اللي في القاهرة وهو مسؤول هناك، يقول لي سفيرة هندسة شبرا في الغردقة وفي البحر الأحمر. يعني شرف كبير 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 وسعادة، يعني مش عايزة أقول لكم لقب عزيز على قلبي قد إيه لما حد من دكاترتي العظام اللي علموني أصلا المهنة يعني يقول لي حاجة زي كده. قلبي بيرقص كده يعني من الفرح. انا النهارده طالعه علشان اتكلم معاكم في حاجتين ملهمش علاقه ببعض قوي، ماشي؟ اللي هو الذكاء الاصطناعي، اوكي، او طبعا الادفانسد انترنت وعلاقته مع المهندسين المعماري والديكور، وهيأثر على المهنة ازاي هيأثر الادفانسد انترنت على مهندسين العمارة والديكور، ماشي؟ بخبرتي طبعا 18 سنة في المجال، ازاي انا استفدت منه وازاي الشباب المهندسين يقدر يستفيد منه. وحاجة تانية اللي هتكلم عليها في اللايف بسرعة كده، القيمة التجارية بتاعت المناطق عموما في الغردقة، علشان محافظة البحر الأحمر والأحياء حي شمال وحي جنوب شايفين الغردقة بمنظور مختلف تماما عن المنظور بتاع السماسرة وبعض المستثمرين.
تمام. فدي حته خطيره جدا بيوقعوكوا فيها وبيخليكوا تشتروا حاجات باسعار خياليه في المستقبل. لا، مش هي دي القيمه الحقيقيه بتاعه المبنى ده او المنشأ التجاري ده او المنشأ السكني ده. فلازم نبقى عارفين واحنا بنشتري الحاجة رؤية المحافظة ليها. ماشي، حاجتين كده يعني يا ريت تتابعوني في اللايف وتشجعوني كده علشان نتكلم مع بعض. طبعا بشكركم من كل قلبي على المتابعة. فرحانة قوي لما تيجوا تقولوا لي احنا متابعينك وتسلموا عليا. فرحت النهاردة بسيادة اللواء. تمام يا باشا. وبفرح بكل اللي بيقول لي احنا بنتابعك على الصفحه وانتي مهندسه بتكلمي في المعمار والتشطيبات، يعني اسعدني ان كمان عارف انا بعمل ايه يعني. طيب، هل الذكاء الاصطناعي هيستبدل المهندس المعماري ومهندس الديكور؟ الاجابه بالنسبه لي انا بعض المهندسين هيستبدلوا. مين بقى هم المهندسين دول؟ اللي هم كانوا بيقدموا طبق حلو شكله حلو بس ما فيهوش تفاصيل، ما فيهوش صنعة، ما فيهوش طبخة، ما فيهوش فكرة، ما فيهوش قيمة تجارية. انا الحمد لله من الطباخين. انا مش من السفرجية اللي تعمل اطباق شكلها حلو ده في شغلي يعني، واسيب العميل بقى في المستقبل يلبس حاجة حلوة ومنظر وخلاص. لا، دايما بدور على قيمة المشروع وازاي انه في المستقبل المشروع بتاعه ده اللي هو وليكن ب10 قروش يبقى ب20 و100 ومليون بأقل تكلفة. فدي الحتة اللي انا اتعلمتها من الدكاترة بتوعي اللي هم صنايعية معمار. تمام. فدايما لما بشترك في مشروع بتعب قوي في تأسيس الفكرة التجارية في التأسيس بتاعها علشان أطلعها بشكل مختلف للعميل يستفيد منها في المستقبل، يلاقي العائد بتاعه في المستقبل هو نفسه مبقاش متوقعه. يعني كنت شغالة على وحدة فندقية. الوحدة دي بعد 2-3 بقت بتجيب أمراء سعوديين. هو العميل نفسه ما كانش متصور العائد المادي ده. طيب، نتكلم in general على الذكاء الاصطناعي وهيعمل ايه في مهنة العمارة والديكور. الهندسة المعمارية شقين. الشق اللي هو بتاع الفكرة والكونسبت وتطورها والحلول الداخلية واستغلال المساحات والقيمة التجارية، وان احنا ازاي نعلي القيمة التجارية بتاعة المنشأ ده لأعلى قيمة متوقعة في المستقبل، وايه هي عناصر المشروع واشتغل عليها كتير قوي قوي قوي. كل دي بتبقى في سكتشات وفي تصميمات وحاجات 2D. تمام. دي الهندسة بقى اللي هي زمان خالص كانوا بيشتغلوش 3D. تمام. وفي القسم التاني اللي هو البرزنتيشن، التقديم، الطبق، شكل الطبق يبقى عامل ازاي، الرندر، الالوان، الديكورات، الافكار اللي هي اللايتنج والبرزنتيشن، الشكل بتاع البروجكت اللي انا بقدمه للعميل. الحته دي اتضربت، الاي اي ضربها. ازاي دلوقتي اي مهندس عنده سكتشات حلوه يقدر يدخلها للذكاء الاصطناعي ويكتب التفاصيل الروح اللي هو عايزها، الستايل المودرن المستوحى منه، الكونسبت، كل حاجة، اللايتنج صباحي نهاري ليلي، عايز حواليه في مثلا ووتر فيتشرز، مثلا عايز تأثيرات معينة، عايز عملاء بتستخدم المكان، بتتحرك، بتروح بتيجي، عربيات، زرع، الكلام ده كل ده هيعمله الذكاء الاصطناعي. زمان لما اتعلمنا ال 3D ستوديو ماكس كان لسه نازل في 2007 و2008. انا من اوائل الناس اللي اتعلمت ال 3D ستوديو ماكس. التيتشر بتاعي او الراجل اللي هو المحاضر اللي بيديني الكورس
المستر قال حاجه حلوه قوي 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 دي النهارده بتتحقق. بيقول لكم ايه بقى؟ قال لنا ان ال 3 دي ستوديو ماكس البرنامج اللي هو بنعمل منه ال 3 دي عباره عن تيم وورك. حد بيعمل موديلنج، بيمسك الكرسي، العمارة، المبنى، الواجهة، ويبدأ يرسم خطوط 3D ويعمل الكتلة بتاعة المنشأ، وحد تاني بيحط عليها اللايتنج بتاعها والتأثيرات، وحد تالت بيحط الماتيريال. او دول الثلاث مراحل اللي بيخش لها ال 3D: الموديلنج واللايتنج والماتيريال. الماتيريال الاول، الموديلنج، بعد كده الماتيريال، بعد كده اللايتنج والسيتنج بتاعت الريندر. الاي اي دخل في الحتتين دول، لكن كموديلنج كتصميم ككونسبت لا، مش بيعرف لسه ولا هيعرف يعملها. فاللي بيعرف يعمل كونسبت معماري ويعرف يحله هو ده اللي مستمر معانا، اللي هم المهندسين المصممين الديزاينرز. في كمان ناس دخلت المهنة اللي هم الدروورز او اللي بيرسموا دول، خلاص يعني هو هيرسم. طيب انا كده قلت الاي اي مجرد تول في ايد المهندس الديزاينر الشاطر يعرف يستخدمها. انا بالنسبه لي غير معايا حاجات كتير جدا في الشغل بتاعي القديم. بقيت اطلع من مشاريع قديمه واعمل لها برزنتيشن او طريقه تقديم بشكل تاني. عندي كان مشاريع كتير ما خدتش حقها بسبب ضغط الوقت، بسبب ممكن ظروف خاصه بالكلاينت ما كملش، بسبب حاجات كتير جدا. مثلا الاداره بتاعه المشروع حصل دروب في الحكايه، في مشروع من المشاريع اتغير اصلا النسب بتاعته. فالمهم يعني في كذا كونسبت، افكار لمشاريع احنا بدأنا فيها واشتغلنا عليها ولسه واقفه بسبب اجراءات حكوميه، بسبب كذا. لما اشتغلت عليها بالذكاء الاصطناعي غير مفهومي وغير شكلها وغير البرزنتيشن بتاعها. تمام. طيب ده بالنسبه للاي اي، هو تول حلو قوي، واللي مش هيلحق يتعلمها بسرعه هيخسر كتير، هيخسر وقت وهيخسر فلوس، وهيضطر ان هو يعتمد على كذا مهندس زي ما قلنا التيم ورك اللي انا كنت بقول. لكن مجرد ما تعتمد عليه هتلاقي عندك بمجرد ما تستخدم الأداة اللي هي العبقرية اللي ظهرت لنا السنتين اللي فاتوا دول، انت شغلك هيروح في حتة تانية. طيب الموضوع التاني اللي عايزة اتكلم عليه مدينة الغردقة الجميلة ورؤيتها ورؤية المحافظة ليها. طبعا انا كنت لسه بقول على الناس الجميله اللي انا بحبها، من ضمنهم طبعا زمايلي في المصالح الحكوميه كلها. هذكر منهم حد بس عشان باقيين يعني مدير التخطيط الله يرحمه المهندس نشأت كامل، ذكرى تدوم الى الابد ان شاء الله، لان هو راجل اشتغل كتير في الشغلانه بتاعتنا. من الناس اللي كان بيبعت لي القرارات الخاصه بالمحافظه، يعني اقراها واطلع عليها وافهمها. كان بيشجعني عشان الصفحه وكده، ولان انا من الناس اللي يعني احنا جيران يعني. فهو الصراحه كان الله يرحمه وكان بيحب يطور معايا المعلومات الخاصة بالمحافظة. مازال برضو في أصدقاء مهندسات لما بحتاجهم في إجراء قانوني جديد، معلومة جديدة، حاجة، بلاقيهم ما شاء الله عليهم كلهم متعاونين وبيحبوني برضو محبة أصحابي وزمايلي وفي المهنة على راسي من فوق كلها. ففي أحد المهندسات بعتت لي الشيت ده بيخص القيمة التجارية بتاعة المصالح الحكومية، ماشي، بتاعة القيمة التجارية بتاعة المناطق الخاصة بالغردقة تجاريا. يعني الغردقة تجاريا بالنسبة للمحافظة التقسيم بتاعها عامل ازاي، ماشي. اعلى قيمة تجارية في الغردقة، المناطق اللي هي الاعلى قيمة تجارية. الموضوع ده ليه مهتمة انا بيه جدا؟
السماسرة بقى وبتوع يعني اللي هم الناس يعني عموما بيقولوا لي يا باشمهندسه ليه حضرتك قاعده في النصر؟ طريق النصر يا جماعه اهم طريق في الغردقه، ماشي؟ واهو انا معايا مستند بالكلام ده دلوقتي، اهم طريق تجاري بالغردقه. فاحنا لما الناس تقول لا التجاري اصلي احسن، الكوثر اصلي احسن، ده حضرتك العرف اللي الناس بتقوله. العرف حاجة والتخطيط والهندسة حاجة تانية. طب مين اللي هيكسب في الآخر؟ طبعا التخطيط والهندسة، لأن في مشاريع حضرتك لسه ما شفتهاش بعينك الحالية، بعينك المجردة، هتتعامل في المناطق التجارية دي، هتعلي قيمتها في المستقبل. فانت نفسك هتستغرب ايه ده، احنا كنا ايه وبقينا ايه. ده اللي دايما بيحصل، يعني يطلع كلام ان المنطقة دي هتبقى اهم واحسن منطقة حصل في المدن القديمة كلها. طيب انت يا باشمهندسة جايبة الكلام ده منين؟ جايبة الكلام ده من التاريخ نفسه. بصوا على تاريخ شارع النصر وعرضه والخدمات الموجودة فيه. هو بيمسك من اول المحافظة منطقة الهلال بكل الخدمات اللي فيها لغاية ما يسلمك عند أكا وغيره. وطول ما انت ماشي في شارع النصر بتلاقي خدمات متنوعة إدارية وتجارية. ف ده اللي انا جايباه من اللي انا درسته. مستر طارق، الغردقة محافظة جميلة مش زي باقي محافظات البحر الأحمر. الغردقة مدينة حضرتك تقصد جميلة، أجمل مدينة في محافظة البحر الأحمر طبعا يا فندم. بس برضو مرسى علم مدينة جميلة جدا في البحر الأحمر، بس هي الغردقة أقدم في التاريخ. البحر الأحمر كل مدنها جميلة، بس هي الغردقة تجاريا أشهر. عشان كده أنا النهاردة بتكلم على القيمة التجارية بتاعة المناطق اللي موجودة في الغردقة. هنقول المناطق اللي في المستوى الأول في الغردقة هم طريق النصر، المارينا، السور بتاع الاستاد برضو ده شارع النصر، الهضبة الشمالية، المركز السياحي، الفيروز، وامتداد محلات المركز السياحي. دي المنطقة الوحيدة اللي في الكوثر اللي في النطاق المستوى الأول بتاع القيمة التجارية الأعلى. يجي بعد كده الكوثر والهضبة الجنوبية والانتر ومجاويش وكل الحاجات دي تيجي في الرقم التاني بالنسبة للقيمة التجارية. أنا بتكلم عن القيمة التجارية، قد يكون مجاويش أعلى قيمة سكنية. في فرق بين السكن، المباني السكنية والمباني التجارية والإدارية، دي حاجة ودي حاجة، تمام؟ فدي معلومة كده قلت أحطها في آخر اللايف علشان عجبتني قوي كتقسيم رؤية للمحافظة. المحافظة بتبص ازاي للمباني التجارية والإدارية والمباني السكنية، كل حاجة ليها الرؤية بتاعتها، تمام؟ تاني أنا سعيدة بيكم في اللايف ده، وجايز يكون الوقت بدري شوية عشان الفطار، بس عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، اعياد سعيدة ان شاء الله واجازات حلوة. بتشرف بمتابعتكم واحد واحد بتشرف بمتابعته، وسعيدة جدا جدا باللي بيقابلني ويقول لي احنا عارفينك يا باشمهندسة. بحس اني مؤثرة، بحس اني كلامي بيفرق معاكم. يا رب اقدر الفترة الجاية ادي تبس ونصايح سريعة كده للكل، علشان اللي بيشطب بيته بيعمل حاجة للمستقبل ان شاء الله، ان شاء الله يا رب ما يخسرهاش، بالعكس يعملها في احسن شكل واحسن صورة واحسن قيمة تجارية، لان الاستثمار في العقارات حاجة اساسية. وانا دايما اقول الاستثمار في العقارات مش يعني انك انت تروح تشتري شقة جديدة، او مش بكتر الشقق ومش بكتر الفلل ومش بكتر الشاليهات،
ممكن جدا يكون عندك بيت واحد بس حضرتك بتستثمر فيه صح، يعني بتعمل فيه خامات مظبوطة. المطبخ مثلا، يعني انا شفت ناس ممكن عن غير دراية بعد ما بتعمل المطبخ بتختار خامات خشب مش كويسة، وبدل ما بتحط جرانيت بتحط رخام، فالرخام بيتكسر وبيبهدل الخشب زيادة، يعني بدل ما يحافظ عليه. الرخام ده يعتبر طبقة حماية للخشب، ولو حتى الخشب كويس بيبوظ لان فوقيه رخام، طبقة الحماية مش مظبوطة. فالتوعية دي حلوة انك انت تختار الخامة المناسبة اللي تحافظ على الحاجة اللي اوريدي معاك. زي بالظبط عارفين الشاشة بتاعة الموبايل والكفر، هو الموبايل برقم والكفر ده هو اللي بيحافظ عليه. اختيارك للشاشة المناسبة للخامة المناسبة اللي تحافظ على الحاجة اللي انت اوريدي اشتريتها دي، علشان لما تيجي تبيعها تفضل برونقها وقيمتها. حتة مهمة قوي النهاردة، كل اللي عمل مطبخ ب5-6 آلاف جنيه من 20 ولا 15 سنة، النهاردة مطبخ حضرتك يدخله في 40-50 ألف وهو مستعمل، فما بالك بقى لو انت كنت مبهدله. لكن لو حضرتك محافظ عليه وعامل له رخامة كويسة والصيانة موجودة فيه على طول، اكيد ده استثمار. غرف الاطفال، اي حاجة بالشكل ده لو فكرت ان شاء الله تغير تابجريد، انت فلوسك موجودة في مكانها، تقدر تبيع المكان بالديكورات اللي موجودة فيه والفرش والتشطيبات. اللي بيبيع شقة ارضياتها راكب فيها السيراميك عادي غير البورسلين غير الرخام، لازم تبقى فاهم قيمة الرخام اللي راكب عندك في الشقة، ده بيضيف قيمة تجارية عن جارك. مش عشان احنا في الشارع الفلاني يبقى سعر المتر، لا 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 لا، فيش الكلام ده في المعمار، فيش الكلام ده. افريج مثلا سعر المتر هنا 30 مثلا وليكن، وعلشان انت مركب رخام لازم تعرف الديفرنت ده، الفرق ده. الحب أيامه والوعي كل نظامه بخيب الحب كمامه دخيله قلبك يا حبيبي. بشكركم جدا 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 من كل قلبي على المتابعة، حسن المتابعة والتعليقات، وأتمنى تشوفوا المشاريع بتاعتنا على صفحة المكتب وتبعتوا لنا رأيكم. باي باي.